السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى معايا 3 وصفات، مش وصفة واحدة بس، والتلات وصفات بمكون واحد وهو الجمبري او الشريمب. الجمبري ده حاجة كده من الحاجات الجميلة اللذيذة جدا اللي الكبار والصغيرين بيحبوها. انا عندي كمية من الجمبري هقسمها على 3 وجبات. الوجبة الاولى هعمل جمبري بالخلطة او جمبري بالبصل والطماطم والفلفل. الوصفة التانية هعمل جمبري بالوايت صوص او بالمكرونة بالوايت صوص. الوصفة التالتة هعمل ملوخية بالجمبري بس مش هحط فيها قطع الجمبري. الوصفة الاولى اللي معايا اللي هي الجمبري بالخضار. اول حاجة بعملها بحط في الحلة شوية زيت، وبعد كده بصلة مقطعاها شرايح او جوليان او جوانح. بقلبها شويه مع الزيت، بقلبها كويس بس مش بغير لونها، يا دوب بس تبقى لونها كده شفاف، يعني مش بصفرها. هشوح البصلايه كويس في الزيت. يبقى انا النهارده معايا 3 وصفات بمكون واحد بس. هوفر لك. يبقى هشوح كويس جدا البصله في الزيت. انا مش عايزه يا جماعه لونها يغير ولا لونها يصفر حتى، انا بس مجرد تشويحه بسيطه كده بحيث ان البصل يبقى بس لونه شفاف، يعني بيلمع بس من الزيت، مش اكتر من كده، عشان بس لونه ما يغير، طعمه ما يغيرش. خلاص تمام، خلاص شوحت البصله تمام بقى لونها شفاف. هحط بقى الجمبري، الكميه بتاعتي اللي انا محدداها للوصفه دي. هحط الجمبري، هشوح الجمبري مع البصله. بمجرد ما الجمبري ياخد اللون الاورنج الحلو اللي احنا عارفينه، لان الجمبري طبعا ما بياخدش وقت على النار خالص، هشوحه كويس مع البصله لحد ما لونه يغير ويبقى اللون الاورنج المتعارف عليه. خلاص تمام، تقلبتين بس كده 3 وخلاص. تمام، خلاص هضيف بعد كده، هضيف حاجه مش هحطهم كلهم مع بعض. تمام. يبقى انا حطيت زيت، شوحت فيه بصلايه، بعد ما شوحت البصلايه ولونها بقى شفاف نزلت على طول عليها بالجمبري بقشره زي ما هو. هحط معلقه توم مفروم، الخطوات والله يا جماعه لما بتاخد راحتها وبتعملي الحاجه واحده واحده بتحسي بطعم الاكل حلو قوي. يبقى شويه زيت، شوحت فيها بصلايه متقطعه جوليان او جوانح، حطيت الجمبري بقشره، حطيت معلقه توم، بس بعد كل خطوه بقلب كويس عشان الحاجه يعني تتشوح كويس مع معلقه الزيت اللي انا حطيتها في الاول. دلوقتي انا حطيت الفلفل الرومي، عايزه تحطي فلفل حامي حطي. حطيت بعد كده الطماطم. يبقى الخطوات كده بالراحه: معلقه زيت، بصلايه، الجمبري، التومه، الفلفل، الطماطم، معلقه ملح، معلقه كمون، طبعا معلقه صغيره مش كبيره يا جماعه، رشه فلفل اسود بسيطه، ما تكترش فلفل اسود لو مش بتحبي الحاجه حراقه يعني. وبقى السر بتاعي النهارده هو الكاري، محدش يستغرب بجد يا جماعه، دي كزبره. يبقى التوابل: ملح، فلفل اسود رشه بسيطه، كمون، كاري اللي هو السر النهارده. محدش يستغرب انا بقول لكم، لان فعلا بيفرق جدا جدا في طعم الجمبري. هتدوقي بقى جمبري رائع رائع رائع، بتدوقيه في المحلات بره. انا هنا حطيت شويه ميه عشان انا عايزه صوص، انزل صوص من الجمبري كده ويبقى طعمه خطير جدا جدا مع كل التحبيشه اللي احنا حطيناها دي. يبقى سر النهارده الكاري، بس هحطه هنا بس مش هحطه مع بقيه الوصفات. ادي اول وصفه. الوصفه التانية بقى يا شطار، كنت واخده قشر الجمبري اللي انا مقشراه وحاطه عليه شويه ميه، وشويه الميه كنت حاطه عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود بس، تقريبا كنت حاطه شويه كمون كمان. خلاص، هاخد بقى شويه الميه الحلوين دول اللي انا غليتهم مع قشر الجمبري، وهزود عليهم معلقه كزبره ورشه فلفل اسود ومعلقه ملح عشان اعمل احلى ملوخيه بالجمبري بس من غير قطع الجمبري، بس هتبقى واخده طعم الجمبري. تمام. واحط كمان معلقه التوم بتاعتي. يبقى انا بعد ما قشرت الجمبري اخدت قشر الجمبري وغليته في شويه ميه يا جماعه. تمام. انا هنا بقى بحط الملوخيه زي ما هي كده ورقها. يعني ايه؟ يعني انا بعد ما بقطفها بغسلها كويس جدا وبصفيها كويس جدا،
وبحطها على الميه المغليه بتاعتي او الشوربه بتاعتي، بحطها زي ما هي كده وبضربها بالهاند بلندر. ايدي اليمين في المطبخ بجد فعلا، الهاند بلندر ده ايدي اليمين في المطبخ، بعمل بيه كل حاجه. بضرب بيه الملوخيه، بص الملوخيه كانك بالظبط خرطها في المخرطه بالمخرطه. حلوه جدا وسهله، مش هتاخد منك وقت خالص. هجيب بقى الطاسه بتاعتي اللي بعمل فيها تقليه الملوخيه، ودي مخليها بس للتقليه، لان التوم طبعا ما بيطعم ريحته مهما غسلتي الحاجه بتفضل فيه. هحط فيها معلقه توم، تمام كده. هشوح طبعا التومه شويه الاول من غير اي حاجه، انا ايدي في الجمبري اللي ورا يا جماعه مش ناسياه، بقلب فيه. خلاص تمام، هو كده استوى حلو قوي. هقفل النار وهقفل عليه عشان يفضل ايه سخن. هشوح طبعا التومه بتاعتي، ما بحطش الكزبره مع التومه يا جماعه، لان التومه الكزبره يا ربي بتتحرق بسرعه. فانا الاول بس هشوح التومه شويه لونها هيصفر شويه، وبعد كده هحط معلقه الكزبره بتاعتي بس، مش اكتر من كده يعني، مش هزود حاجه تاني. طبعا حاطه في الاول معلقه زيت. خلاص هشوح التومه بالكزبره وهطشها ان شاء الله على الملوخيه. بسم الله كده ونطشها مع بعض. يبقى انا يا جماعه شوربه الملوخيه عاملاها بقشر الجمبري، واخده القشر بتاع الجمبري والروس بتاعت الجمبري برضو، وعملت بيها الشوربه بتاعتي الجميله جدا. زودت بس عليها معلقه ملح، بسم الله نطش الملوخيه. زودت عليها معلقه ملح ومعلقه ورشه فلفل اسود ورشه كزبره صغيره ورشه كمون. خلاص كده الملوخيه خلصت خلاص. ادي تاني وصفه خلصت معايا. يبقى احنا عملنا الجمبري بالخلطه، عملنا الملوخيه بشوربه الجمبري. هنعمل بقى احلى مكرونه وايت صوص بالجمبري. انا عندي هنا الجمبري اللي انا قشرته، حجمه يبقى وسط مش صغير ومش كبير. هتبله بملح، هتبله قبل ما احطه على النار، هتبله بملح وبابريكا، تمام، ورشه فلفل اسود. يبقى انا بتبل الجمبري اللي هستعمله قبل ما احطه على النار، تمام. هحط معلقه زيت حلوه كده في الطاسه بتاعتي او في الوك بتاعتي، ومعلقه زبده. طبعا اي نوع زبده انت بتحبيه، انا مستعمله زبده نيوزيلندي، براحتك خالص. خلاص تمام. هعمل ايه بقى؟ هشوح الجمبري في الزيت والزبده بتاعتي. الله بجد يا جماعه الوصفه دي عايزه اقول لكم ان هي كانت التوب بتاع السفره. المره دي فعلا طلعت تحفه جدا جدا وحلوه قوي قوي. نوع المكرونه ده جربوه بجد هيعجبكم جدا، وبتجيبوه من بره غالي قوي 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 انا عارفه. اعملوها في البيت وان شاء الله تعجبكم جدا جدا. يبقى انا هشوح الجمبري الحجم وسط اللي انا مقشراه وغسلاه ومنضفاه كويس جدا، والاول ما احطه على النار تبلته بملح وفلفل اسود وبابريكا بس، مش اكتر من كده عشان عايزه احس بطعم الجمبري. ما تزوديش توابل، حلو قوي كده. هشوحه تشويحه حلوه في معلقه الزيت ومعلقه الزبده بتاعتي، تمام. طبعا الوصفه دي الاساسيه بيتحط فيها كزبره خضراء، انا مش بحط كزبره خضراء. هحط معلقه توم تتشوح مع الجمبري بتاعي، معلقه توم صغيره مش كبيره. هشوح معلقه التوم مع الجمبري والتوابل بتاعتي في معلقه الزبده والزيت، هشوحهم، تمام. هعمل ايه بعد كده؟ بعد ما اشوح الجمبري كويس في التوم والتوابل بتاعتي، هشيل الجمبري من الزبده، تمام. هشيله هحطه على جنب. خلاص ليه؟ لاني هستعمل مكان الجمبري هعمل الصوص، مش هرمي ابدا البهاريز التحفه اللي نزلت دي، مش هرميها، هعمل بدلها الصوص بتاعي. بس قبل ما اعمل الصوص هغلي الاول ميه عشان احط المكرونه تتسلق، لاني برضو هحتاج لميه سلق المكرونه. يلا بينا. ادي الحله اللي فيها الميه، حطيت فيها معلقه ملح بقول لكم عشان نسيت اصورها لكم، وحطيت فيها كمان شويه زيت. وادي المكرونه سباكيتي، تمام، شرايط براحتك، اي نوع مكرونه انت حره براحتك خالص. هما الولاد بيحبوا السباكيتي. طبعا هحط المكرونه، وكلنا بنعرف نسلق المكرونه. هحط المكرونه تتسلق معايا نص سلقه فقط. هسلق المكرونه هنا خلاص سحر الكاميرا. هنا خلاص المكرونه اخدت معايا نص سلقه، هغطيها واسيبها على جنب لاني هحتاج الميه بتاعتها، مش هصفيها مش هغسلها يا جماعه. هرجع تاني للوك بتاعتي اللي فيها بهاريز الجمبري. اخدت كوبايه ميه سلق المكرونه. عرفتوا بقى ان ليه سايبه الميه؟
اخدت كوبايه ميه سلق المكرونه، هحطها بقى مع الحاجات الجميله اللي طلعت من الجمبري. هقلب طبعا كويس عشان الم كل اللي في الطاسه بتاعتي. بعد كده المفروض الخطوه اللي هنا بحط كريمه. ما عنديش كريمه ايأس، ما اعملش الوصفه ابدا. هجيب كوبايتين لبن، عليهم معلقتين دقيق، عليهم معلقتين قشطه بلدي او قشطه معلبه براحتك خالص. هطلع احلى وايت صوص ممكن تدوقيه في حياتك. معلقه القشطه هنا خطيره، وممكن ده يكون سر برضو من الاسرار بتاعتي. يبقى انا الوصفه دي الوصفه الاصليه بتتعمل بكريمه طهي. انا ما عنديش كريمه طهي، مش هيأس هعملها. جبت كوبايتين لبن، حطيت عليهم معلقتين دقيق، حطيت عليهم معلقتين قشطه معلبه او قشطه بلدي. انا بستعمل القشطه البلدي على طول. القوام بتاعي بدأ يتقل، هقلب شويه كمان. اول ما يبدأ القوام بتاعي ان هو يتقل، هنزل بالجمبري بتاعي اللي انا شوحته. تمام، خلاص. هجيب بقى الجمبري بتاعي الحلو ده اللي انا كنت متبلاه بملح وفلفل اسود وبابريكا، وشوحته في معلقه زيت ومعلقه زبده، وشوحتهم كويس وشلتهم وحطيت مكانهم الوايت صوص. هنزل بالجمبري الخطير بتاعي بكل الحاجه اللي نزلها. هقلب طبعا كويس جدا عشان الجمبري يشرب من الصوص بتاعي. تمام. يا رب يا رب الوصفه تكون سهله وتجربوها وتعجبكم ان شاء الله، باذن الله تجربوها وتعجبكم. فعلا تحفه وخطيره جدا، وبتتباع غاليه قوي قوي. انا عملتها باقل الامكانيات وطلعت تحفه تحفه تحفه. هجيب بقى المكرونه من الميه بتاعتها، انا مديها نص سلقه وقافله عليها عشان تكمل السوا بتاعها. هجيبها من الميه كده على طول، هحطها على الكريمه بتاعتي او على الصوص بتاعي. مش هصفيها، مش هغسلها، انا عايزاها زي ما هي كده. تمام. هحط كميه المكرونه بتاعتي كلها على الصوص بتاعي. هقلبها بالراحه بالشوكه عشان ما تتهريش مني. لو قلبتها بمعلقه او قلبتها بالماسك اللي انا ماسكاه ده هتهريلي المكرونه. انا هقلبها بالراحه خالص بالشوكه. بصوا تحفه تحفه بجد، لازم تجربوها ان شاء الله. هتجربوها وهتعجبكم ان شاء الله. خلاص، انا كده خلصت النهارده الثلاث وصفات بتوعي. يبقى الفيديو بتاعنا النهارده كان عباره عن 3 وصفات بمكون واحد بس، وهو الجمبري. جبت الجمبري قسمته على 3 وجبات. الوجبه الاولى عملت بيها جمبري بالخلطه. حطيت البصل شوحته، وبعد كده نزلت عليه بالجمبري، وبعد كده حطيت معلقه توم، وحطيت بعد كده الفلفل والطماطم وكوبايه الميه، وسبتهم يستووا. طبعا بياخدش وقت خالص على النار، 10 دقايق وبيكون خلصان. بعد كده فصصت جمبري عشان اعمله مكرونه وايت صوص. اخدت الروس والقشر بتاع الجمبري، عملت بيه شوربه عشان اعمل بيها ملوخيه بشوربه الجمبري من غير قطع. تمام. عملت ايه؟ اخدت القشر واخدت الروس الجمبري وحطيت عليهم ميه وملح ورشه فلفل اسود ورشه كمون ورشه كزبره، وغليتهم كويس على النار. صفيت الميه، حطيت الملوخيه بتاعتي ورق زي ما هي، وضربتها بالهاند بلندر، وعملت الطشه التحفه بتاعتها بالثوم والكزبره. بصوا الجمال ما شاء الله. لازم ان شاء الله تجربوا الوصفه وهتعجبكم جدا. ادي مكرونه الوايت صوص بالجمبري، ادي الجمبري التحفه اللي ما قعدش على السفره، وادي كمان الملوخيه هتظهر لكم دلوقتي. بجد يا جماعه الوصفات حلوه جدا جدا وهتعجبكم جدا جدا. اتمنى اكون ان انا كنت ضيفه خفيفه عليكم. اتمنى وصفات تعجبكم وتجربوها. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.